كتقلبي على كيك بدون سكر، كيك بدون دقيق، كيك بدون جلوتين، صالح لجميع الأنظمة الغذائية الصحية، صالح لأصحاب الرجيم، الكيتو دايت، اللو كارب، الكارب سايكل. تبعوا معايا هاد الفيديو. واحد الكيكة دايزها الكلام، مكوناتها بسيطة ومتوفرة في قاع البيوت، والمذاق ديالها ما نقولكمش خيالي. كتجي فيها واحد التعليكة وواحد البنة، راه الريجيم ماشي حرمان. فاش تذوقي هاد الكيكه غادي تعرفي ان الريجيم والاكل الصحي راه ماشي حرمان، حيت المكونات ديالها زوينه ومذاقها رائع رائع رائع، وصالحه كما قلت لكم لجميع الانظمه. ندوزو دابا للمكونات. غادي ناخدو واحد جوج ديال البيضات كبارين، الحجم ديال البيض كبير. الا كان عندكم البيض غير صغير خدوا 3 ديال البيضات، وبطبيعه الحال بدرجه حراره الغرفه. من بعد غادي نديرو واحد القبيصه ديال المليحه، وغادي ناخدو الفاني. الفاني هنا لاصحاب ديال الريجيم من الاحسن ياخدوه سائل، ما ياخدوش الساشي، حيت هذاك الساشي اصلا هو سكر منسم بنكهه الفانيلا. يعني السكر حنا ما غاديش نديروه في الريجيم، ومن الافضل ناخدو الفاني، لان كاين قريعات كبار كاين صغار. المهم يكون ماشي سكر كما قلت لكم. هنا خديت ملعقه ديال العسل، عفوا، عسل طبيعي. هادي يعني على حسب الرغبة. الناس اللي يقدروا يتفادوا كاع هاد العسل ما يديروش، لان باقي غادي نديرو حاجة اخرى اللي غادي تحلي لنا هاد الكيك هذا. المهم غادي نضربوا هاد البيض مع الفاني والعسل مزيان بهاد الطريقة، وغادي نضيفو واحد الربيع ديال الكاس ديال الزبدة حيوانية بطبيعة الحال، ما غاديش تكون الزبدة نباتية. ضروري الناس د الريجيم ياخدوا الزبدة حيوانية. هنا غادي نحركوها مزيان، حيت هي باقا سخونه، نبقاو نديروها غير بشويه بشويه وحنا كنحركو باش داك البيض ما يتاثرش بالحراره وما يطيبش. غادي نبقاو كندفعو بشويه بشويه وحنايا كنحركو. فاش كتنسجم هاد المكونات مع بعضياتها غادي نجيبو المكون الرئيسي في هاد الوصفه، اللي هو الموز او البنان. هاد البنان حنا عندنا يعني باش نجيو نديرو به كيكه، من الافضل انه يكون بهاد الطريقه اللي كتشوفوا، يعني ما يكونش يلاه خضر، خاصو يكون طايب باش الكيك ديالنا كيجي لذيذ وكيكون اكثر حلاوه. هو كل ما طاب كيعطينا الحلاوه للكيك اكثر، اما ملي كيكون باقي جديد ما كيجيش حلو. يعني الناس اللي بغاو الكيكه يقدروا يديروها غير هكا ويستغنوا كاع على داك العسل، راه يقدروا، لانه هو كيحلي اصلا الكيك. المهم دابا غادي نمعسوه هكا مزيان بالفورشيط حتى كيولي لنا بوماد، ما يبقاش هكا معلك ويولي لنا يعني بحال بوماد. هانتوما غادي تشوفوا. المهم ندعكوه مزيان. بالنسبه لهاد الكيك راه كيجي فيه واحد المذاق والله العظيم زعما الا خيالي. وانا مني كليته وعجبني، انا هضره غير من الاختراع ديالي، زعما الصراحه عمري ما شفتو ولا نقلته من شي حد ولا، حيت انا كندير نظام صحي وكنحاول انني كل مره ندير اكله مختلفه. فدرتو وعجبني بزاف، داكشي علاش بغيت نبارطاجيه معكم، وكنتمنى من قلبي انكم تجربوه حيت راه غايعجبكم بزاف. المهم هنايا ضفنا هاد البنان على الخليط ديالنا وندخلوه مزيان ينسجم مع المكونات الاخرى كما كتشوفوا. وعاد نضيفو المكون الاخير اللي باقي لنا، عفوا ماشي الاخير وانما باقي مكون واحد اخر. المهم هنا خديت ياغورت طبيعي بطبيعه الحال بدون سكر، كتاخذوا النوع اللي بغيتو، المهم انه يكون غير محلى. كنحركوه حتى كينسجم مع الخليط. هاد الكيكه جايه مقويه، فيها البروتين لان فيها البيض وفيها ياغورت، هادو البروتين ديالهم طالع، وزيد عليها البنان حتى هو فيه الفوسفور وفيه بزاف ديال المعادن والفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم. وفيه المكون الاخير اللي هو الكوك. هاد الكيكه ما درنا فيها حتى شي معلقه ديال الدقيق، فقط بالكوك. والكوك كيعطي واحد البنه غزاله لهاد الكيكه، كيعطيه واحد اللذه زوينه وكيتواتى مع داك البنان. ودابا غادي ندير الخميره الكيميائيه. هنا عندي انا ساشي فيها 15 غرام
نقدروا نديروا جوج ساشيات ديال 7 غرام اولا 8 غرام. انا عندي هذه فيها 15 درتها كامله، يعني نتوما استخدموا زوج ديال الساشيات 7 اولا 8 غرام. كنحركها مع هاد الكوك والمكونات الاخرى حتى يتحرك لنا داك الكوك مزيان وكيتشرب. والكوك غادي نبقاو نديروه على دفعات، يعني غادي نبقاو نديروه شويه بشويه، ما نديروهش كامل باش ما يقصحش القوام ديال الكيك، لانكم عارفين ان الكوك كيتشرب دغيا، كيشرب لينا القوام، كيتشرب لينا المكونات الاخرى. غادي نبقى كنضيف شويه بشويه وعيني ميزاني. هو غادي نديروه قصح من القوام ديال الكيك ديال الطحين. القوام ديال الكيك الاخر كيكون جاري، هذه غادي نقصحوها واحد شويه، غير ماشي تكون قاصحه لديك الدرجه. وحنا كتشوفوا معايا التكستور ديال هذا الخليط كيفاش داير. كنبقى نحرك حتى هاكا كيبان، شفتوه كيفاش داير. صافي هنا ما غاديش نزيد. ودابا غادي ناخذ المول ديالي، غادي ندهنو بالزبده، وداك شويه اللي بقى لي ديال الكوك غادي نرشو على اللاطه ديالي، وضروري ندهنوه مزيان باش ما يلصقش لينا في المول، ونوليو نرشوه بالكوك. صافي غناخدو دابا انا وريتكم بعدا شحال بقى لي ديال الكوك، يعني من داك الزلافه اللي استعملت ما بين الخليط والدهين بقى لي غير داك الشويه. هنا هانتوما كتشوفوا القوام ديال الكيك راه زاد قصاح، لان كنقول لكم الكيك كيتشرب، ولكن معليش هكا القوام ديالو كيكون، ما خصوش يكون جاري بزاف باش تقطع لينا الكيكه وما تبقاش كتفرتت، لان الا جات جاريه فاش غادي طيب ونبغي نقطعها غادي تبقى تفرتت. هنا جبت غير واحد المعلقه وبقيت كنملس بها داك الفوق ديال الكيك، السطح ديال الكيك بسهوله. هنا من بعد ما ملستو بقات لينا واحد الخطوه اخيره، وهذه خطوه اختياريه، يعني ماشي ضروريه، غير هي كتعطينا واحد المنظر اللي مزيون وكيجي شكل حسن. خديت رقائق اللوز اولا اللوز افيلي ورشيته من الفوق. هادشي خاصنا قبل ما طيب، ماشي حتى طيب عاد نرشوه باش يتحمر معاها من الفوق وكيلصق عليها كيجي افضل. هنا رشيت واحد شويه، هانتوما كتشوفوا غير واحد الطبيصل صغيور فيه واحد شويه، وحاولت انني نوزعه بشكل متساوي على الفرن. هنايا ما شعلتش الفران زعما من قبل، عادي خليت حتى جيت نحط اللاطه في الفران عاد شعلته، والحراره كانت مهيله وخليتها طيب من التحت ومن الفوق. ومن بعد ما طابت وخرجتها، ها هي كتشوفوا باقا سخونه، انا ما قدرتش نحادي فيها هنا، يلا عاد خرجتها من الفران باقا سخونه. غادي نخليها، يعني ما نخليهاش تبرد غير واحد شويه، وانا غادي خصني ندهنها بالعسل. انا اختاريت ندير هاد الخطوه هذه. الناس كما قلت لكم اللي ما باغيينش الحاجه حلوه اولا، المهم هي عسل طبيعي، ولكن الا كنتو كتفضلوا انكم ما ديروش هاد الخطوه خليوها، غير هي هاد الخطوه كتعطي واحد البريون مزيون. وهانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي كتبري ومزيونه، والمذاق ديالها راه والله زعما لا يعلى عليه، كتجي شي حاجه رائعه. وانا متاكده ان اي واحد جربها راه غادي يبقى ديما يجربها، اللي دارها غادي يبقى دائما يديرها. وما تنساوش حتى نتوما الا جربتوها كتبوا لي في التعاليق كي جاتكم، هذه ضروري ما تنساوهاش. وهانتوما كتشوفوا من بعد ما قطعتها معاكم راها كتجي خطيره، كتجي معلكه بحال اللي ما عرفت شنو كتاكل، راه شي حاجه ما نقول لكمش رائعه. نتمنى فعلا من قلبي انكم تجربوها، راه والله ما تندموا عليها، شي حاجه فعلا زوينه زوينه بزاف. وهنايا تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. كنتمنى تبقاو على خير وبخير، وما تنساوش تشاركوا معايا في التعليقات كي جاتكم، وتابوناو في القناه.